لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاجعة تهز محافظة أربيل في شهر رمضان. طبيب يرتكب مجزرة في منزل عائلة زوجته ليقتلها هي ووالديها وشقيقها الطفل الصغير أيضا. قالت المديرية في بيان إن قوة من الأسايش ألقت القبض على رجل متهم بقتل 4 أشخاص من عائلة زوجته باستخدام سلاح ناري، وذلك بسبب خلافات اجتماعية. ووفقا للبيان فإن الحادثة وقعت في حي فرنبنران بمدينة أربيل، حيث تلقت فرق الأمن معلومات عن وقوع إطلاق نار. وذكرت بعد التحقيق تبين أن المتهم الذي يعمل طبيبا قتل زوجته ووالديها وأختها بالمسدس أثر قضية اجتماعية دون ذكر المزيد من التفاصيل. مصدر أمني أكد أن زوجة المتهم كانت تعمل طبيبة أيضا، وأن المشكلة بسبب زواج القاتل من زوجة ثانية سرا، وأن الجاني أطلق النار من بندقية صيد محلية الصنع. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم ويجعلهم من الشهداء يا رب العالمين. هو ده يكون خبر النهاردة فضلا وليس أمرا. لو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي اشتراك ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس.